جاي اتمشى بمنطقة البلديات واستوقفني هذا الشاب كنان عنده المشروع مال الكنافة وهو طالب مدرسة. انت مثال للشاب العراقي الناجح. شلون قدرت توازن بين عملك وبين دراستك؟ بين ما اخلص دراسه قاعد اشتغل الكنافه. فتقدم الكنافة شنو؟ بالقشطه وبالجبن، وعندي نوعين، هي الحمراء والبيضة. هسه راح نسوي الكنافه الحمراء اللي هي بالقشطه. سؤال، هاي الشعرية تسويها انت هنا لو بالبيت لو شنو؟ لا بالبيت. هسه راح نسوي الكنافه البيضة. شنو الاختلاف بين الكنافة البيضاء والكنافة الحمراء؟ ماكو اي اختلاف، بس انا بتحب بيضة وانا بتحب حمراء. هاي المصلحة منين اخذتها؟ من والدي. بعد ما خلينا الكنافه على النار الهاديه نفر بيها، نقلبها على الوجه الثاني. وبهالطريقة كملت عندنا الكنافة. نخلي الشيره، نخلي عليها الفستق. كثر بالفستق. هسه هاي القشطه بلف والجبن على الفونص. يعني اللي تضيف لنا النوتيلا واللوتس زيد 500 عن سعرها بس. هاي كملة الكنافه، اريدك تقيم بكل امانه. اريد من الكل يجرب الكنافه مال كنان على مود تكونون انتم سبب برزقه، لان ولد سبع يشتغل ويدرس بنفس الوقت. عنوان كنان اللي يريد يجي بغداد البلديات خلف الشقق الفلسطينيه مقابل صيدليه نور الدين.